كم مرة قلت إيه وإنت كان لازم تقول لا؟ كم مرة سكتت ووافقت ورضيت مو لأنك مقتنع بس لأنك خايف ينقلك لا؟ طيب ليش منخاف ينقلنا لا؟ الخوف من الرفض مو بس بسكتنا، الخوف من الرفض بخلينا نعيش حياة تانية مو حياتنا. رفيقتي كانت بعلاقة حب بس مو مرتاحة، كتير مرات كانت بدها تقول لا بس كانت تسكت، مو لأنها مقتنعة بس كانت خايفة تخسره. تخاف إذا رفضت شي يزعل، وإذا عبرت عن رأيها يبعد عنها. كانت تتنازل وتوافق وتضحي بس لأنها خايفة تفقده. حذرتها كتير بس قالت لي إنه البنت اللي بتحب لازم تتحمل، وإنه كلمة لا ممكن تكسر كل شي وتنهي علاقتها. طبعاً كان مصير هالعلاقة الفشل، والبنت خسرت كيانها وهي عم تحط على الجرح ملح وبتخاف تقول لا. الخوف من كلمة لا بخلينا نقبل اشياء ما بتشبهنا ونضحي براحتنا ونخفي صوتنا الحقيقي، بس هالصوت كل ما سكتناه بصير أضعف، بصير صعب نرجع نسمعه. علمياً من دراسة عملتها الدكتورة نايومي آيزنبرغر بجامعة UCLA، تبين من خلال تصوير الدماغ أنه وقت الشخص يتعرض للرفض الاجتماعي بتشتغل عنده نفس المناطق اللي بتتفاعل وقت الألم الجسدي. يعني دماغك فعلياً ما بيفرق كتير بين الجرح العاطفي والجرح الجسدي، وهالشي بيخلي الرفض موجع فعلياً مو بس نفسياً. الخوف من الرفض بخلينا نعيش حياة ما بننتمي لإلها، منلبس لبس ما بيشبهنا، منعيش مع ناس ما بنرتاح معهم، منشتغل شغل ما بنحبه بس كرمال نكون مقبولين. منقول لحالنا خليني سايق مشان ما يرفضوني، بس الحقيقة نحن اللي عم نرفض حالنا أولاً قبل أي حدا تاني. وهالنوع من الرفض هو الأصعب لأنه صامت وبطيء وبيكسرك شوي شوي. طيب شو فينا نعمل؟ في شغلات إذا بلشنا نجربها ممكن تخفف من هالخوف وتفتح مساحة نكون أقرب فيها لحالنا. مثلاً نبلش ندرب حالنا على الرفض الصغير، يعني نعدل موعد، نطلب خصم، أو نقول لا لفنجان قهوة ما بدنا إياه. مجرد نبلش نواجه هالمواقف منعلم دماغنا إنه الرفض مو نهاية العالم. من المفيد كمان نرجع نراجع حالنا من جوا، مو بس نسأل إذا انقال لي لا شو ممكن يصير، بل كمان شو عم بيصير جواتي بكل مرة عم قول إيه وأنا ما بدي، لأنه هالسكوت المتكرر بكلفنا جزء منا مع الوقت. وكمان إذا قدرنا نفصل بين اللا وبين أنا، لأنه مو كل رفض موجه إلك كشخص، أحياناً بيكون الرفض لفكرة، ظرف أو توقيت، لا أكتر ولا أقل. الخوف من الرفض شعور طبيعي وبيرافق الكل، بس يمكن لما ننتبه كيف نتعامل مع هالخوف نقدر نرجع صوتنا. وانت شاركنا بالكومنت شو الموقف اللي وافقت عليه وانت كنت من جواك رافضه.